دايما بنقول الطريق غدار، بس الحقيقه احنا اللي بقينا غدارين. بقينا بننزل من البيت مستعجلين، نركب عربيتنا، نشغل الاغاني بصوت عالي، نرد على الموبايل وندوس بنزين كاننا في سباق مش في شارع مليان ناس. الطريق اللي بيتعدى عليه كل يوم انت مش لوحدك عليه، في حد رايح الشغل، في ام راجعه لولادها، في طفل ماسك في ايد ابوه لاول مره. كلهم بيمشوا جنبك، يعني كل قرار بتاخده وكل ثانيه بتسرح فيها ممكن تكون اخر ثانيه في حياه حد تاني. ثانيه واحده سرحان، ثانيه ماسك الموبايل، ثانيه بترد على رساله، ثانيه بتدور على حاجه وقعت في العربيه. الثانيه دي ممكن تغير حياتك كلها او تنهيها. وافتكر ان في ام بتصحى كل يوم بتبص على سرير ابنها الفاضي، في زوجه كل ما تسمع صوت مفاتيح تفتكر انه راجع، بس الحقيقه انه مش راجع. الطريق ما بيرحمش، ومش كل الناس اللي بيمشوا عليه بيراعوا غيرهم، بس تقدر تكون انت الفرق. اربط الحزام، سيب التليفون، خف السرعه، بلاش تقطع اشاره، وافتكر انك مش لوحدك. في اللي بيستناك، في اللي بيحبك، في اللي ممكن يبكي سنين لو حصل لك حاجه. مفيش مشكله انك توصل متاخر، المشكله انك ما توصلش خالص. مفيش حاجه اهم من الروح، ولا في مشوار اهم من سلامتك وسلامه اللي حواليك. قول لاخوك يربط الحزام، قول لجارك ما يجريش، قول لابنك خليك واعي. كل واحد نزل من بيته بيحلم يرجع له تاني. ساعده وساعد نفسك، وافتكر دايما ان الطريق مش لعبه، والحذر عمره ما كان ضعف. خليك واعي عشان توصل.